الواحد من جيلنا يجي يبص لمراحل حياته هيلاقي ان من كتر التروماز عقله الباطن اتملى، يعني خلاص ما بقاش في مكان يساعدك كله، لدرجه ان انت لو عملت اشعه ممكن تلاقي تروما ناحيه الكليه او الطحال، تروما عامله لك كرش. عشان كده جيلنا ما بيخسش. يجي حد بتاع تغذيه يقول لك ده ايموشنال ايتنج، لا يا حبيبي انت فاهم غلط، دي تروما مش لاقيه مكان تروح، المخ اتملى. فانت عشان تعرف كانسان في مجتمعاتنا تعيش مرتاح محتاج درجه معينه من التصالح النفسي انت مجبر توصل لها مش بمزاجك، وليها علامات عارفها؟ لا. طب تعالى اقول لك عليها. اول علامه من علامات التصالح النفسي ان انت هتلاقي نفسك مش حمل منهده، مش من باب ان الموضوع مش فارق لك، لا هو ممكن يكون فارق لك جدا بس راحه بالك اهم، فارقه لك اكتر. انت بتختار بين حاجتين فارقين لك، فبتلاقي ان طز في اي حاجه قدام سلامك النفسي، وبيكون حلك عشان تخلص من المناهده ان انت تسكت، مش مثلا ان انت تقول اللي قدامك انت صح او تحاول تغير الموضوع وتتكلموا في حاجه تانية، لا انت بتلاقي نفسك بتسكت مع ان اصلا ده مش طبعك، بس طز في الموضوع وطز في طبعي مش مهم، انا ما بقتش حمل مناهده. بالذات ان في ناس في حياتنا بتناهد علشان المناهده ببلاش مش عشان الموضوع مهم، تلاقيه بيقاوحك في كل حاجه، في المواعيد وفي الفلوس، وفي وجهه نظر مش هتفرق مش بس ليكوا، لا للمجتمع كله. انا مره سمعت واحد بيقاوح في مين احسن، الملك فاروق ولا ترامب، ومتعصب جدا. يا اخي ما تولع بثقافتك، ايه ايش جاب لي جاب اصلا، ما تشفطش طاقتي يا اخي. ومن علامات التصالح النفسي اللي بتوصل لها مجبر برضو انك بتتقبل ان مش كل حاجه انت فاهم فيها، وان في حاجات بتبقى بره السيطره. ايه المشكله يعني؟ فتلاقيك وانت سايق مثلا لو العربيه طلعت صوت غريب تتجاهله، ايه المشكله؟ ما طالما ماشيه خلاص سيبها تعبر عن نفسها. مش ماشيه لو قبل ما تنام حسيت مثلا بوجع في حته في جسمك تطنش، انا هنام ونصحى بس ونتفاهم نشوف ايه القصه دي. في المذاكره بتوصل لمرحله انا مش فاهم بس هحفظ وهتمشي ان شاء الله. في الارتباط انا مش فاهمها هي مش فاهماني، احنا الاثنين مش فاهمين بعض، محدش فاهمنا بس برضو ان شاء الله هنحب بعض ونتجوز. في الخلفه تلاقي البيبي هاري نفسه عياط واحنا الاثنين مش فاهمين في ايه، احنا الاثنين جداد مش مهم، ارميه لجده ولا جدته هم هيتصرفوا ويرجعوه كويس ان شاء الله. بص احنا على الله. ومن اهم اشكال التصالح النفسي اللي ممكن توصل لها ان رياكشنك يبقى عادي على حاجات ما كانتش زمان عادي، وده بيبان في البنات قوي. اديك مثال، اكتشفت ان واحده بتتكلم عليها زمان كان لازم تواجهها وتكسفها وتنفي الكلام اللي اتقال عنها، دلوقتي تولع هي واللي صدقها واللي نقل الكلام بالسلامه، كله بالسلامه، المهم سلامها النفسي. صاحباتها مثلا خرجوا من غير ما يقولوا لها، زمان كان ممكن تزعل، دلوقتي عادي يا رب ينبسطوا، ما انا برضه هم عندهم حق. اتفاجئت ان صاحبتها اتخطبت ولما جت كلمتها قالت لها كل حاجه حصلت فجاه، عادي يا ستي ربنا يبارك لك، مش انبسطتوا فجاه، اهم حاجه بس تكونوا بلغتوا العريس واهله، يعني ما نلاقيش حد جرى له حاجه من الخضه ويبوظ الفرحه. زمان كنت تلاقيها ما بتكررش لبسها في مناسبتين، كل مناسبه بالطقم بتاعها وتفتكره، دلوقتي بقت بتكرر نفسها مش لبسها، بتكرر اليوم كله منعا للمفاجآت الغير متوقعه، ده لو راحت المناسبه اصلا انا لسه هفكر واخطط. واهم حاجه في البنات دي ان هي بتكرر كل اخطائها بصفاء نفس، اهو اكرر خطأي احسن ما ارتكب خطأ جديد، يعني اندم الندم اللي انا عارفاه احسن ما اجرب ندم جديد، صفاء نفسي حتى في الندم. ومن علامات التصالح النفسي اللي البنات بتوصل لها في الارتباط فكره انها ماشيه، لا معانا فلوس وضغوطات الحياه بتخلينا نتخانق كتير والدنيا بايظه جوه، ولو متجوزين كل شويه حاجه تبوظ في البيت، بس هي ماشيه، وطالما ماشيه فاحنا مكملين معا برغم الاعاقه. بصراحه اللي يلاقي بنت عندها الليفل ده من التصالح النفسي ومتنحه كده يمسك فيها بايدين الاتنين واسنانه، اصل احنا كده عدينا من مرحله السلام النفسي لمرحله ان هي يا حبيبتي بقت متنحه. زي ما بقول لك احنا معا برغم الاعاقه. طب نفترض ان العلاقه باظت، عندها من الصفاء النفسي ان هي توجد بدائل للموف اون، وبدائل غير منطقيه تماما، مش ماشي هو هشتري كتاب، هزرع شجر، هحصد ثمره، هحلب بقره، هعمل اي حاجه، هموف اون وكده كده هقص شعري يا ولاد الكلب وهصبغ كوافير الحقني فركشت. وبعد فتره تلاقيها بتدخل في علاقه اسوأ من الاولى، عادي عندها من التصالح النفسي ما يكفيها ان هي تخش في علاقه تانية وحشه. ايه المشكله؟ هو اخرها ايه؟ هقص شعري واعمل ضوافري تاني، انت جيت في جمل؟ دعونا نكرر اخطاء الماضي بشكل كرييتيف. ومن اهم اشكال التصالح النفسي هو اللي بيجي لك في الشغل، توصل الشغل تلاقي الدنيا مكهربه والتاسكات مستنياك والميتنجز هتتعمل والميل مليان، وانت كل اللي شاغل بالك كوبايه القهوه بتاعتي فين وهنفطر ايه. جو الشغل تحت ضغط ده كان زمان، انا دلوقتي عايش كلي تحت ضغط، فعادي كله هيخلص. وتلاقي واحد معاك في الشغل انت عارف ان نص يومه بيفكر هيلبسك ازاي وقدامك يعمل فيها صاحبك، وانت تمام انا عارف ان انت عارف ان انا عارف ان انت عصفور، وكده كده هفضل اشتغل بنفس طريقتي، وان كان عاجبك انت واللي بتبلغه. انا متصالح نفسيا مع نفسي، ما تحاولش. ولو في حد تحتك في التيم كل شويه يقول لك انا همشي ومش عارف ايه، بتلاقي نفسك تلقائي كده بتقول له عادي الشغل ما بيوقفش على حد، اتفضل امشي بالسلام. وبتكون تمام قوي لو جيت تقدم طلب اجازه لقيته اترفض، طلب زياده ولا طلب ترقيه واترفضوا. جو الزعل بقى والاحباطات والكلام زمان ايام ما كان الواحد لسه فريش، دلوقتي الواحد استوى، ان شاء الله عنكم ما رقتوني، جاتكم القرف، انتوا الخسرانين. مش عارف خسرانين ايه بس اكيد خسرانين حاجه يعني
عايز تعرف اكتر حاجه تحسسك بالتصالح النفسي؟ طريقه تعاملك مع الكلاينت. لو لقيت نفسك بتاخد الكلاينت على قد عقله، الحمد لله على السلامه، انت كده وصلت زي الفل. خليني الخص لك الموضوع كله. الانسان دوره حياته عامه مش مفهومه، وخصوصا الانسان العربي وخصوصا الجيل بتاعنا، بتلاقيه دايما مزنوق في مرحلتين. المرحله الاولى بيكون محشور في جمله واحده اهله ما بيقولولوش غيرها، وهي خلص دراسه واعمل اللي انت عايزه، هات لي شهاده واعمل اللي على كيفك. المرحله الثانيه بيكون محشور في مجموعه جمل المجتمع بقى ما بيقولش غيرها، وهي مش خلصت دراسه هات بقى شقه، اتجوزت يا دوبك تلحق تجري ورا عيالك، جبت عيل هات له اخ عشان ما يبقاش وحيد ويتعقد، ده على اساس ان اخواته هيبقوا دكاتره نفسيين ويمنعوا عنه العقد. جبت بقى العيال امن لهم بقى مستقبلهم، جوزهم يا اخي، مش طريقه. خلصت حسن الختام بقى بالسلامه شوف وشك بخير. فدي دورة حياتك في مجتمعاتنا. الأول بتكون جملة من الأهل، تكبر شوية بتبقى مجموعة جمل من المجتمع. طب أنت فين؟ أنت عايز إيه؟ مش مهم، خليك جوه الصندوق، أوت أوف ذا بوكس. والشغل الأجانب ده عند خالته. أنت في مجتمعاتنا طماطماية في صندوق، لو طماطماية باظت هتبوظ اللي حواليها، فهنسحقها قبل ما تبوظ وتبوظ اللي حواليها. فبتلاقي نفسك عايش مزنوق زي طماطماية مفعوصة في صندوق. إيه ده، أنا بقول شعر؟ خدت بالك من اللي فاتت دي؟ طب افرض بقى أنت اتمردت ونجحت زي محمد صلاح كده ولا أحمد زويل، كله هيتمحك فيك. دي الاجلي تروث بتاعت مجتمعاتنا. بص، انا اكتشفت احنا ليه كجيل بنعاني. لما تيجي تبص في مراحل حياتك هتلاقي نفسك دايما مزنوق بين حاجتين. الاولى ان الاهالي بتبقى عايزه تحقق احلامها اللي ما عملتهاش هي في ولادها، وده طبعا بدافع الحب، وطبعا طبعا طبعا ان انت تطلع احسن من ابن خالتك حتى لو مالكش خاله، مش مهم. فتلاقي جيل كامل دكاتره ومهندسين وصيادله تحت طبعا مسمى كليات القمه، واغلبهم مش لاقي ياكل لان ده اصلا ما كانش الباشن بتاعه، فمش هيتميز فيه. طب درست يا ابني الموضوع ده ليه؟ يقول لك لا مفيش، اصل الحاج كان نفسه يطلع دكتور وما عرفش فانا طلعت دكتور بداله. وتاني حاجه ان انت بتطلع من ايد اهل نفسهم يحققوا احلامهم فيك لمجتمع مش حابب يشوفك بتحقق احلامه، مش حابك تنجح لان نجاحك بيفكر ناس كتير بفشلها، فتلاقيه بيحبطك. فانا مش عايزك تسمع لحد. وطبعا التعميم غلط، بس مين فينا ما شافش النموذج ده حواليه؟ ما احنا مش هندفن راسنا في التراب زي النعامه، انت ما تعصبنيش.